اللي حصل في ماتش مصر والأرجنتين بيحصل معاك كل يوم. اللي حصل آخر 10 دقايق لما ابتدت كل حاجة تنهار بعد ما كنت مسيطر على الماتش اسمه في علم الاقتصاد السلوكي إرهاق القرار. يعني كل قرار بتاخده خلال يومك حتى لو كان بسيط بيستهلك جزء من طاقة مخك. في آخر الماتش اللعيبة بتبقى استنزفت أغلب طاقتها. مع الإرهاق والضغط جودة القرارات بتقل، باص غلط في تمركز غلط الماتش راح. ونفس اللي حصل في الماتش بيحصل معانا كل يوم من أول ما بنصحى وإحنا في دوامة قرارات. هركب ايه؟ هشتري منين؟ هشتري بكام؟ الاسعار اتغيرت ولا لا؟ هسدد قسط ايه؟ هاجل ايه؟ لحد ما بيجي اخر اليوم وتبقى استهلكت معظم طاقه مخك. وهنا بتبدا المشكله، ان جوده قراراتك بتبدا تقل. تاجل قرار مهم، تاخد قرار مالي غلط، ترد على حد بعصبيه فتزود المشكله اكتر. وكل ده بيحصل لان مخك وصل لمرحله ارهاق القرار. وهنا عشان نحل المشكله دي حاول تثبت القرارات الصغيره اللي بتتكرر خلال يومك بحيث ان انت ما تفكرش فيها كتير. ولو عندك قرار مهم، شغل، دراسه، فلوس، حاول تاخده في اول 4 ساعات من يومك وانت فايق ومركز. واهم حاجه اوعى تاخد قرار وانت جعان، وهتشكرني بعدين. وبقول لي في التعليقات ايه اكتر قرار ندمت عليه واكتشفت بعد كده ان هو كان بسبب ارهاق القرار.